السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة سمو سبور. استضافة ملعب طنجة لديربي البيضاء بين الوداد والرجاء، وهناك أنباء حول إغلاقه بعد نهاية البطولة الوطنية. مصادر تؤكد أنه مباشرة بعد انتهاء البطولة سوف يتم إغلاق ملعب ابن بطوطة بطنجة من أجل إعادة إصلاح وإزالة الحلبة المطاطية، وتركيب مكانها مدرجات كراسي قريبة من الملعب، مع تغيير ألوان الكراسي، إضافة إلى شاشة أخرى في المنطقة الشمالية، وتغطيته بشكل كامل استعدادا لتنظيم كأس إفريقيا سنة 2025، وبذلك يتحول إلى أكبر ملعب في المغرب وثاني أكبر ملعب في شمال إفريقيا بسعة 90,000 متفرج، والثاني إفريقيا، وذلك بعد ملعب جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، حيث طاقة الاستيعاب تصل إلى 94,000 متفرج. وهناك أنباء على أن هذا الملعب سيستضيف مباراة الديربي البيضاوي بين قطبي البيضاء الوداد الرياضي والرجاء الرياضي برسم نصف نهائي كأس العرش، وذلك بعدما